مراكش واجهة المغرب سياحية وعاصمته أيام حكم المرابطين والموحدين، وتلقب بالمدينة الحمراء نسبة إلى اللون الغالب على مبانيها، وتوصف بمدينة البهجة، حيث لا تخفى الروح المرحة والميل للنكتة لدى أهلها. يصفها الأوروبيون بالمدينة الساحرة لطبيعتها ومناخها الصحي، مما جعل الآلاف منهم يختارون الاستقرار بها، وفيهم شخصيات عالمية وأسماء كبيرة في عالم السياسة والفن والرياضة. الموقع: تقع مراكش جنوب المغرب عند سفوح جبال الأطلسي على بعد 30 كيلومترا منها، وترتفع 450 مترا عن سطح البحر، وتبعد عن العاصمة الرباط 327 كيلومترا. تتميز بمناخ شبه جف، شتاؤه معتدل رطب وصيفه جف حر. وتقدر مساحة المدينة بنحو 230 كيلومترا مربعا، ووصفت بأنها المدينة الحمراء الفسيحة الأرجاء الجامعة بين حرور وظل ظليل وثلج ونخيل. السكان: تصنف مراكش بأنها ثالث أكبر مدن المغرب من ناحية عدد السكان، حيث يفوق تعداد سكانها 1,000,000 نسمة من مجموع سكان البلاد بحسب تقديرات رسمية، يشتغل أغلبهم في قطاع الخدمات والصناعة الحديثة والتقليدية والأعمال الحرة والوظائف العمومية. الاقتصاد: يعتمد اقتصاد المدينة بشكل كبير على النشاطين السياحي والعقاري، كما يقوم على الصناعة التقليدية باعتبارها رافدا مهما لقطاع السياحة، حيث يشتغل أكثر من 40,000 شخص في صناعة الفخار والنحاس والجلود والسجاد الزرابي وغيرها، إضافة إلى بعض المعارض كمعرض مراكش الدولي للصناعات وخدمات الطيران. تتوفر المدينة على شبكة مواصلات وطرق حديثة، وفيها سكة حديد ومطار دولي هو الثاني على مستوى المغرب من حيث حركة المسافرين. واختيرت مراكش أفضل وجهة سياحية جديدة في العالم عام 2015 في تصنيف أعده الموقع العالمي المتخصص في الأسفار توريب أدفايزر، حيث تفوقت مراكش على أعرق العواصم العالمية ومنها لندن وروما وباريس. وحققت زهرة الجنوب المركز الأول على المستوى الوطني من حيث عدد سياح المدينة، برقم تجاوز 1,000,000 سائح عام 2014، واحتلت من خلاله المركز السابع عربياً في نتائج المدن التي شهدت أكبر عدد زوار بحسب تقرير لصحيفة الإندبندن البريطانية. وتعد مراكش المركز السياحي الأول في المغرب، وتتوفر على بنية تحتية فندقية مهمة، حيث تحتوي على أكثر من 1400 وحدة للإيواء، بما فيها أكثر من 170 فندقاً مصنفاً. التاريخ: يعود تأسيس مراكش إلى زمن المرابطين، وتختلف الروايات في تفسير الاسم، فيرى بعضها أن مراكش كلمة أمازيغية تعني مر بسرعة، ويرى آخرون أن أكش اسم إله قديم. وهناك من يرى أن اسم مراكش يرجع إلى الكلمة الأمازيغية أمور يكوش، وتنطق بالأمازيغية أموراكش، وتعني بلاد الله أو أرض الله، وهي دلالة لها بعد عالمي والانتماء إلى الإنسانية جمعاء. وكان اسم مراكش يطلق على كل المغرب قديماً، منذ أن تأسست كعاصمة للمرابطين إلى عهد الاحتلال الفرنسي في العصر الحديث، ولا زالت هذه التسمية متداولة في كل اللغات كالفارسية مراكش، والإسبانية مارويكوس، والإنجليزية ماوروكو. تقول المصادر التاريخية إن بناء النواة الأولى لمراكش كان عام 1070 على يد مجموعة قبائل أمازيغية أتت من الصحراء، واختارت موقعها لقربه من صحراء لمتونة ومن جبال لنصامد. وتوصف بالمدينة الحمراء نظراً لأن معظم منازلها تم طلاؤها باللون الأحمر، وتزداد جمالاً وإشراقاً مع انعكاس ضوء الغروب على بيوتها. تعرف مراكش أيضاً بلقب مدينة 7 رجال، ويرجع الباحثون أصل ذلك إلى مجموعة من كبار العلماء والصوفية الذين عاشوا بالمدينة واطلعوا بدور كبير في نشر الوعي السياسي والفكري والتربوي وسط سكانها. ومعلا تصبغ حيطان الأساور والمباني بلون الآجر والطين الأقرب إلى الحمرة بما يتوافق ولقب المدينة الحمراء. ولقيت في ظل حكم العلويين اهتماماً في أيام السلطان سيد محمد، فبنيت بها أحياء ومعالم عديدة وأم عدد من مساجدها وأسوارها ومعالمها البارزة. المعالم:
تزخر مدينة مراكش بالمعالم الأثرية التاريخية والحضارية الشاهدة على تاريخ عريق، منها أسوار مراكش التي يقدر طولها بنحو 9 كيلومترات، ولها أبواب أبرزها باب أكنا ودكالة. وفيها القبة المرابطية، وهي شاهد حي يبرز جمال الفن المعماري المرابطي، وتحمل نقوشا فنية فيها أقواس وأشكال تشبه نجمة سباعية. ويعتبر بعض المؤرخين والجغرافيين القدامى القصر البديع في مراكش من عجائب الدنيا لاحتوائه على 4 حدائق وزخارف ورخام وتيجان وأعمدة مكسوة بأوراق الذهب والزليج متعدد الألوان. ومن معالم المدينة الشهيرة مسجد الكتبية ومدرسة ابن يوسف، وساحة جامع الفنة التي يحج إليها الزوار من داخل المغرب وخارجه، واعتبرتها منظمة اليونسكو عام 1997 تراثاً شفوياً إنسانياً. وتتوفر عاصمة النخيل على معالم ومآثر تاريخية أخرى، بينها حدائق ماجوريل التي تحتوي على نباتات وأزهار نادرة قادمة من القارات ال5، وحدائق المنارة التي يتوسطها خزان المنارة الكبير.